وده اللي دايما بيحصل كل ما اجي اصور الصورة المصغرة. انا لولا ان كنت حاطط طبق تحتهم الفراخ دي كان زمانها في الارض. فتح عضلات فيديو جديد جايب لكم النهارده اكله بنت لذينه. تفتكروا ايه؟ اكل بيتي؟ لا. اكل مطاعم؟ لا. امال ايه؟ فاديه فزوره ولا ايه؟ ده يا جماعه ميكس بين اكل البيت واكل المطاعم، ودي فكره اول مره اجربها على القناه، ولو عجبتكم هعملها ان شاء الله. بصوا يا جماعه بقى، اول حاجه دوت يا جماعه، طبعا انتوا لو متابعين القناه الثانيه فانا كنت رحت مطعم مضغوط دجاج في التجمع الخامس، وكنت جربت المنيو كله، وفي الاخر واحنا ماشيين خدنا الاكل الباقي يعني وكده. ففي هنا معايا طبعا احلى حاجه هناك بجد، اكتر حاجه دخلت دماغي قوي قوي الرز، بجد غريب ومميز قوي. فعشان كده جه في بالي ان انا اعمل تجربه اكل بيتي مع الرز دوت، لان بجد الرز غريب 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 جدا، جميل جدا. تمام اهو، بصوا حتى مكتوب عليه مضغوط دجاج اهو. طيب بصوا يا جماعه، الرز بقى رز ايه؟ رز بسمتي خلطه، اللي هو البني، مش الرز البسمتي الاصفر، لا الرز البني. واو جامد جامد قوي يا جماعه. بصوا اصلا شكله عامل ازاي، بصوا اصلا شكله عامل ازاي يا جماعه. ده كفايه لونه رهيب، حاجه يعني حاجه فوق الوصف يا جماعه، انا مش عارف اوصف. وجايب بقى بصوا يا جماعه دجاج 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 يا جماعه، دجاج يا جماعه. انا عارف انتوا بتحبوا فيديوهات الدجاج قوي على القناه. بصوا يا جماعه، صدرين وورك، صدرين وورك. بصوا اصلا المنظر عامل ازاي، بصوا اصلا المنظر عامل ازاي. بجد يا جماعه حاجه ايه ده، ايه ده يا جماعه، ايه ده، ايه ده بجد. بصوا شكله حاجه غريبه، حاجه تحفه، حاجه يعني. اما دي بقى يا جماعه، فدي صينيه بطاطس. بصوا بطاطس فرن يا جماعه، بطاطس فرن، حاجه بصوا عامله ازاي. بصوا، لا على فكره لسه بتطلع بخار، لسه معموله اصلا حالا. بصوا يا جماعه عامله ازاي، بصوا عامله ازاي، بجد حاجه رهيبه قوي قوي قوي. طبعا يا جماعه اكيد انا مش هاكل الصينيه يعني واكيد انا مش هاكل الثلاث قطع دجاج ديت، غلط على الصحه اصلا. انا هاكل بس ايه، هاخد صدر وورك، وهاخد شويه بطاطس وايه، واروح اودي بقى الصينيه. تمام. وفي كمان بصوا متبقي ايه كمان من لما رحت المطعم، متبقي معايا لبن عيران، بس ده اللبن العيران العادي، لان اللي بالنعناع طعمه بصراحه بيبقى باشا. على فكره يا جماعه ده اول فيديو بالمايك الجديد الهوليلاند لارك M2 ولبن العيران ده عامل زي اللبن الرايب كده. بصوا يا جماعه اللي هو اللبن العيران ده. طيب هغرف او عايز اوريكم بس المنظر من الاول من فوق، لان بجد المنظر تحفه جدا. اوريكم بس الايه، المنظر من فوق، وبعدين ايه نديها. اتفرجوا يا جماعه على الجمال، اتفرجوا يا جماعه على الجمال. بصوا البطاطس اصلا متحمره زي، بحب يا جماعه البطاطس لما تبقى متحمره قوي قوي لدرجه ان هي قربت تنشف. بس على فكره عايز اقول لكم على حاجه برضك ملحوظه، بحبها اكتر كمان لما تكون زي دي كده، اللي هي ايه، ناشفه من فوق قوي ومحمره قوي، بس في نفس الوقت من جوه ايه، طريه. انا طبعا لسه ما دقتهاش، بس زي ما انتم شايفين الطريقه المعموله بيها، مش ان هي ناشفه قوي من جوه، لا من جوه حتى تلاقوا لونها ابيض عادي، انما من فوق تلاقوا ايه، متحمره قوي قوي قوي. بصوا يا جماعه شكلها بجد حاجه جامده قوي قوي. بصوا هنا يا جماعه معانا 3 بقى فوق يا جماعه، صدرين وورك، صدرين وورك. المنظر اصلا حاجه خرافي، حاجه ايه يا جماعه ده، ايه يا جماعه المنظر ده بجد حاجه خرافي. بصوا بقى الرز بقى يا جماعه اللي انا جبته من مضغوط دجاج. انا قلت الاكله دي لازم تتعمل بالرز ده، لان بجد يا جماعه الرز ده احلى من الرز البيتي بكتير. حاجه كده غريبه، حاجه كده سبيشال، طعمه غريب قوي بجد. بصوا المنظر يا جماعه، بصوا المنظر. بصوا يا جماعه اهو خلاص بعد ما غرفت اهو. بصوا انا عملت طبق عسل قوي، بصوا طبق يعني ايه، حاجه اهو جميل. بصوا منظر اصلا بطاطس في البطاطس، كنت هقول منظر بطاطس في البطاطس بس مش عارف انا في ايه يا جماعه، مالي يا جماعه في ايه.
بصوا يا جماعه منظر بجد البطاطس عامل ازاي. بصوا اصلا يعني انا عايزكم تقولوا بجد ايه ده يا جماعه، المنظر ده يستاهل كام لايك بجد والله. ايه ده يا جماعه، ايه ده، ايه المنظر ده عامل كده ليه؟ والدجاجه اهو خلاص شلت واحده. ودول ايه، بصوا يا جماعه انا عايز اعلمكم تحافظوا على صحتكم يا جماعه، تحافظوا على صحتكم. وبصوا يا جماعه الرز ده بقى، يا لهوي الرز ده اللي هتهبل عليه. بصوا يا خبر يا خبر يا خبر يا خبر. فاكرين يا جماعه الترنج ده الترنج بتاع صدقني انا لو اعرف اقول لك انا ذات نفسي مش عارف. طيب بالحق يا جماعه الفيديو بتاع مضغوط دجاج هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن عشان اللي ما شافوش ماشي. بصوا بقى يا جماعه تعالوا بقى ايه نشهيص الدنيا بقى. طبعا للاسف الاكل بدأ يبرد مع البال بقى، ما ايه البال ما بصور بقى وكده للاسف ايه بيبرد الاكل شويه، معلش مش مشكله. المهم ان ايه نبدا بقى البطاطس. ده لحقت والله يا جماعه، ده كانت بتطلع بخار، ده كانت بتطلع بخار. انا مستغرب. مش مشكله معلش. مش عارف حاسس انا قريب من الكاميرا ليه كده، مش عارف الظاهر انا مقرب الكاميرا قوي. معلش يا جماعه ثواني. ايوه كده معقول شويه، انا بقول في حاجه غريبه برضو، مش عارف حسيت في حاجه غريبه. طيب نحط بقى، انا عايز ادوق الاول الرز ده لوحده يا جماعه. الاول ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه، اللي مش مشترك يشترك والله يا جماعه، والله الاشتراك ببلاش، الاشتراك اوف ايه ده يا جماعه، ايه ده بيعملوا الاكل في حله ضغط، فالاكل بيبقى متسوى قوي وبطريقه غريبه. طب صدقوا يا جماعه من كتر ما حله الضغط دي جامده انا بفكر اشتري واحده، بس للاسف يعني مقلق منها، اصل مرعبه. اللي عايز يعرف السبب في الفيديو التاني برضه كنت قلت التفاصيل ديت عشان ما نضيعش الوقت هنا. بجد يا جماعه حله الضغط دي مرعبه. اوف حاجه. طيب تعالوا بقى المره دي. انا كل مره لما بعمل لكم الفيديو بكون جايب صدور بس، فالمره دي بقى انا جايب ورك، فتعالوا نبدا بالورك. بصوا يا جماعه الورك اصلا عامل بص متحمر ازاي، بص اصلا متحمر يعني ده بيلمع من كتر التحمير بيلمع، انتوا متخيلين؟ ده بيلمع من ده المفروض العضله كده، انا مش عارف اوريها لكم الشقلوب ليه. طب والله لا انا هبدا بالدبوسه بقى يلا. اي انت هتسكني فاكرينها زيت. الله الدبوسه جامده. عارفين يا جماعه مش عارف اشرحها لكم ازاي ديت. بصوا يا جماعه لما بيكون الفراخ من بره محمره قوي وناشفه ومن جوه طريه، ده ميكس ابن لذينه، حاجه كده غريبه مش عارفش ده ايه. عايز اشرب شويه لبن عيران عشان ايه اخدم، بس انا مش فاهم ليه الافتكاسات دي. هو اللبن الرايب مزعلكم في حاجه؟ يعني ايه عيران ومش عيران؟ هو مقارب للبن الرايب، بس بصراحه اللبن الرايب اصلا احسن منه، بس ما اعرفش انهي الاقوى في الهضم يعني. بس ايه ده، ايه الرز ده، ايه الرز ده؟ انا ساعه ما جربته في المطعم وانا منبهر لدرجه خدته معايا البيت. بس الفكره الميكس ده انا شايفها فكره صايعه قوي يا جماعه. يعني تخيل انت في فيديو واحد اكل بيت على اكل مطاعم، ايه حاجه غريبه بجد يا جماعه. مهما اقول على الرز ده مش هعرف اوصفه، مش هعرف اوصف جماله، رهيب. الفرخ دي مستوي قوي وحلو قوي. رهيبة. انا سايب الصدر الاخر لان انا عملت لكم قبل كده، يعني جربت لكم قبل كده كتير الصدور، بس على فكره ما كنتش ما كانش معاها بطاطس. اللي جربت لكم بالبطاطس كان اللحمه، انما الصدور كانت يا اما مع مكرونه
وفريك، يا اما مع بشاميل. انا اصلا بحب الصدور مع الفريك جدا، طبعا الفريك ما ينفعش معاه رز. انا عارف اضحك ايه دلوقتي. طب ما انت يا فادي الفيديو اللي فات كان في رز. يا اخي طعمه غريب. احلى حاجه كمان ان كاتبين عليه القيمه الغذائيه والحاجات دي. وفي في الوجبه برضه هناك، في الوجبات اللي هناك في حاجه عجبتني ان كاتبين عليه السعرات الحراريه. بس السعرات الحراريه ايه؟ ما انت كده خاربها. لا بس صدقوا يا جماعه، انا عرفت ان الرز البسمتي سعراته الحراريه اقل من الرز الابيض، واصلا هو احلى. ان كل رزايه برزتها كده، ما تلاقيش الرز معجن كده في بعضه، فهو اصلا احلى. بس مش كل حاجه بتركب معاه. بس هقول لكم على حاجه، لو تيجي تاكل رز بسمتي مع السمك مش، او الرز الخلطه ده مع السمك، تحس ان مش. طبعا انا شايف ان الرز البسمتي اللي هو لما بيكون اصفر بيبقى لايق اكتر مع المشويات. لو تفتكروا حتى انا في مطاعم كتير كنت جربتها دايما تلاقي مع المشويات رز اصفر، اللي هو مع الكفته والطرب واللحمه والسجق والبومبار، ممبار والحاجات دي يا جماعه، تلاقي بيبقى جميل قوي. انما الخلطه، وبرضك الخلطه ما يبقاش وحش، بس الخلطه في الاساس بقى بيبقى حلو مع حاجات تانية. يعني مع اكل زي دي صايع قوي. بجد يا جماعه على فكره يا جماعه، الفرخه اللي هي بتبقى الكامله بتبقى بدهنها. انا فاكر زمان لما كنا نعمل في البيت الفرخه الكامله كان بيبقى بدهنها، وكنت باكلها للاسف بدهنها كمان، مع ان ده غلط. يعني على فكره كوليسترول ودهون على القلب، حاجات غلط يا جماعه. فالوقت احنا لما بنيجي بنشتري الصدور والوراك ديت اللي هي بتبقى جاهزه، مش جاهزه يعني، اللي هو من عند الراجل بتطلب كده صدور ووراك، مش فرخه كامله واحنا اللي بنقطعها، فبيبقوا شايلين من عليها الدهن، وده حاجه حلوه بصراحه. على فكره يا جماعه اكل الدهن غلط، كتره بجد غلط يا جماعه. انا خلصت الورك اهو. لا الورك بجد كان صايع قوي، حلو جدا جدا. يعني انا عمال احدف كده يا جماعه، هو في ايه؟ نكمل بقى البطاطس. طبعا الرز دوت للاسف انا باكله بارد. ليه؟ الرز البسمتي لما بيسخن بيبوظ، معرفش بينشف كده، وفي حاجات غريبه كده بتحصل، ما بيبقاش بنفس جودته. فهو انا جايب الرز ده معايا البيت من المطعم مخصوص عشان بحبه، فمش عايز ابوظه، مش عايز اخترع فيه، عايز اكله زي ما هو كده. واو يا جماعه، واو، اكله صايعه بنت لذينه. انا عايز اوزن نفسي والله يا جماعه بعد الاكله دي. اوزن نفسي ايه بقى؟ ده انا هكسر الميزان بعد الاكل. بجد يا جماعه انا مش عارف اقول ايه، مش عارف. الرز ده غريب قوي. بص بقى اخر حاجه بقى الصدر، وده اللي جربته لكم قبل كده كتير، بس برضك الصدر المره دي يمكن متحمر حتى احلى من كل مره. بصوا عامل ازاي اصلا. لا متحمر حلو قوي المره دي. بصوا بقى يا جماعه، بصوا اللقطه السينمائيه الصايعه بنت اللذينه دي. بصوا ايه يا جماعه ده، شايفين يا جماعه الالياف اللي جوه؟ هو ده بقى اللي انا بقوله، هو ده من بره ناشفه قوي. بصوا اهي،
من بره ناشفه قوي قوي، حلو، ناشفه، ومن جوه طريه جدا لدرجه بصوا الالياف عامله ازاي. ايه الميكس ابن اللذينه ده؟ بصوا من بره وبصوا من جوه، واو. بصوا عامله ازاي، بصوا الالياف. مش عارف اوصفلكم، مش عارف اصل عارف اقول ايه، بصراحه بجد مش عارف. ده الفات بقى يا جدعان، فجروا لي الفيديو ده باللايكات كده عشان اشهيصكم. الميكس الفكره اللي انا عاملها جديده ديت اللي هي بتاعت ان اجرب لكم ميكس بين اكل المطاعم واكل البيوت، باخد احلى حاجه. يعني مثلا ايه، يعني مثلا انا جربت مطعم مثلا في حاجه مميزه قوي عجبتني، اقوم اخد الحاجه دي اشوف ايه ينفع عليها يتعمل في البيت واقوم ايه مظبطها. انا شايف ان هي فكره صايعه، وبرضك احب اشوف رايكم في الكومنتات. بلع بقى عشان اهضم بقى. والله منتقي قوي على لبن رايب، بس بصراحه لبن رايب احلى منه. يا جماعه سخنت قوي. خلي بالك يا جماعه من حاجه، مش معنى ان بتاع الحاجات القديمه استنوا كده، لا حاجات قديمه ده بيبيع حاجه. انا بصراحه مش عارف بيبيع ايه. يعني احنا مالنا بقى، نكمل الفيديو بتاعنا. بصوا يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، مش معنى ان انت بتاكل، يعني في ناس تفكر تقول لك ايه طالما انا باكل اكل صحي في البيت، يعني في ناس تقول كده، تقول لك ايه طالما الواحد بياكل اكل صحي في البيت طب ما اكل براحتي. في ناس كده. لا يا جماعه بالعقل برضك، ما هو انت حتى لو الاكل في البيت طبعا يا جماعه هو المفروض ان الاكل في البيت صحي اكتر من المطاعم، عشان مبقاش فيه صوصات وحاجات كده. في المطاعم بيعملوا صوصات جامده قوي عشان تبقى حاجه جامده قوي، بس مش معنى كده ان انت لما تيجي تاكل الاكل لا بجد حاجه ميكس صايع قوي قوي قوي. يعني حافظوا على صحتكم يا جماعه، ما تقفروش في الاكل. يعني مش معنى ان انت يعني في ناس تقول لك ايه طالما انا باكل اكل في البيت يبقى ده اكل صحي، يبقى اذا اكل براحتي. لا، ما انت هتاكل براحتك، يعني مثلا فراخ والحاجات دي. طب ما انت هتاكل براحتك، طب ما انت هتتخن وهيبقى هيجي لك بقى الكوليسترول عندك هيعلى وهيجي لك وهيبقى في عندك دهون كتير على القلب. طب لا، هي مش فكره كده. في ناس فاهمه الموضوع غلط. لا مش فكره كده. انا شعري اعمل كده ليه؟ الفكره ان انت تاكل بالمعقول، كل بالمعقول ما تكترش. انا بقول لكم كده وانا خارب بقى خالص بقى يا جماعه. ايه ده؟ انا كنت عايز اعمل رجيم وكنت ناوي، ودي يعني دي كانت النيه المليون. ان شاء الله بقى في مش عارف والله يا جماعه، اصل الموضوع ده عايز اراده، الموضوع ده عايز اراده من حديد. الموضوع مش سهل ان انت تعمل دايت، مش سهل. لازم مش فكره مش سهل يعني، هو برضك انت ما هو مش معضله يعني، بس فكره ان انت تاخد القرار ويبقى عندك اراده وتفضل ان جسمك يكون رياضي وعندك لياقه عن ان انت تاكل. يعني مش برضك مش تمنع نفسك خالص عن الاكل اللي بتحب، مش تمنع. ما ده غلط برضك، لان في ناس معتقده
ان هي لما تمنع نفسها خالص عن الاكل هتخس بسرعه. هي فعلا بتخس بسرعه، بس لما تيجي تاكل اي حاجه ولو بسيطه من الحاجات دي تلاقي نفسك تبدا تتخن. ان انت المشكله انت لما بتحرم نفسك قوي بتيجي ممكن في يوم من الايام لا يا عم وانا عليا بقى انا هاكل كل اللي نفسي فيه. فلا تحرم نفسك قوي ولا تاكل كل اللي انت كل اللي نفسك فيه براحتك. لا، وازن الامور عشان ما تجيش تزهق من الدايت اصلا. انا اعرف ناس زهقوا من الدايت بقوا اتخن من الاول، بقوا صعبين جدا. فليه؟ فاهمني؟ يعني بصوا يا جماعه، انا اول واحد هعمل بالنصيحه. انا مش هبقى بنصحكم نصيحه وانا ما اعملهاش. انا دلوقتي في الفيديو ده كنت ناوي ان انا اخلص، يعني زي ما بعمل لكم دايما، زي ما انتم متعودين مني في الفيديوهات ديت. كنت بخلص الاكل كامل عشان يعني تستمتعوا كده، واللي بيحب ياكل مع الفيديو عشان يستمتع ونفسه تتفتح يعني وكده على الاكل. فكنت ناوي ان انا اكل الاكل ده كامل. بس اقول لكم بصراحه انا بطني اتملت ومش قادر، اخدين بالكم؟ فلو انا الوقت كملت، بصوا انا هو متبقي قد ايه؟ بصوا يعني متبقي يعتبر نص صدر، شايفين نص صدر اهو، تمام؟ فلو انا الوقت كملت ده هيأثر عليا، يعني هيبقى هبقى حتى باقي أنشطة اليوم مش قادر أعملها، مش هبقى قادر، هبقى عايز أنام، هبقى عندي خمول. طب ليه ليه أعمل كده؟ أنا هبدأ بنفسي، أنا هكون قدوة ليكم يا جماعة، أنا هكون قدوة ليكم، تمام؟ فانا عن نفسي اللي اتبقى، بص هو بس انا كان نفسي يتبقى رز كويس. لا، هو الرز ده على فكره عامه اصل ده ثالث يوم من بعد ما جربت المطعم، فده اصلا ما ينفعش يقعد اكتر من كده، حتى لو متبقى حبه هرميهم، تمام؟ فممكن الصدور ديت هعينها لبكره اكلها مع اي حاجه ان شاء الله، حتى لو ما فيش رز او كان ان شاء الله حتى اكلها بعيش، بحيث انا النهارده اكلت اكل دسم قوي. ايه اللي يمنع ان انا بكره اكل خفيف عشان احافظ على صحتي؟ مش لازم كل يوم اكل دسم، ومش لازم اكمل الوجبه للاخر. فاهمين قصدي يا جماعه؟ انا اتنفخت مش قادر، طب ليه املى بطني بالعافيه؟ فاهمين يا جماعه؟ بجد يا جماعه لو عجبتكم النصايح ديت، حتى البطاطس اهي ما كملتهاش اهو، على قد ما قدرت. مش عافيه، انا ممكن اعين البطاطس مع الفرخه لبكره. ايه المشكله؟ حد يفهمني ايه المشكله؟ البطاطس دي تتاكل بعيش ومع الفرخه، خلص الموضوع. فاهمين يا جماعه؟ حافظوا على صحتكم يا جماعه، وانا ببدا بنفسي عشان اكون قدوه ليكم. هبدا بنفسي يا جماعه. بس بجد الاكله كانت جامده، اكتبوا لي رايكم في الفكره دي في الكومنتات، تمام؟ وما تنسوش بقى، بصوا يا جماعه لو عجبكم الفيديو نتفق بقى، فجروا لي الفيديو ده باللايكات وشيروا الفيديو، واعمل سبسكرايب، سيب الاشتراك الجميل بتاعك يا حبيبي عشان يوصلك مني كل جديد. سلام.